الفيديو ده بالتعاون مع supercoco.com. الشيت ميل او الفري داي، اول حاجه هو مش داي، هي وجبه. ده مبدئيا دي اكبر غلطه الناس بتفكرها ان هو يوم، لا هو وجبه. ناس كتير قوي بتيجي تسالني تقول لي ازاي اكل او اديني دايت او قول لي نظام امشي عليه. اول ما اديهم النظام اللي انا بقول لهم عليه وما يلاقوش فيه فري ميل يقولوا لي سلام عليكم. الفري ميل دي عشان تاخدها لازم تكون تستحقها. بمعنى في ناس كتير قوي تقعد تقول لك ان انت لازم تاخد فري ميل عشان انت جسمك بيتعود على نوع الاكل اللي انت بتاكله. الكلام ده فاليد لو انا مثلا ماشي على نفس الدايت بقالي 12 اسبوع او 16 اسبوع، مش ان انا ماشي اسبوعين 3 4 او 5 او 6. لا، دايما بتشوف على الانستجرام الناس بتوع البودي بيلدينج او الناس بتوع الكروسفيت بيحطوا صور الاكل كتير قوي وانا من ضمنهم. فبتقولوا طب ما هم بياكلوا هو اكل بيتخن. هو بياكل اكل بيتخن، بس هو عنده حاجتين مختلفين عنك. حاجه اولانيه هو بيتمرن من 2 ل 3 في اليوم، فبيبقى مطلوب منه انه ياكل كالوريز كتير قوي. والحاجه الثانيه ان هو بيبقى بقاله 12 اسبوع 16 اسبوع ماشي على طريقه اكل معينه، فساعتها فعلا بيحتاج ان هو يكسر الروتين ده بحاجه بسيطه. فكل واحد يجي يعمل دايت 4 اسابيع او 6 اسابيع يجي يقول لك لا اصل ما فيهوش تشيت ميل، اصل مش هقدر ابدا. لا خلاص خليك قاعد كده. اللي احنا بنطلبه منكم ان انتوا خلال ال5 اسابيع الجايين دول فعلا مفيش ولا يوم فري. لو قدرتوا تنظموا اكلكم زي ما احنا قلنا لكم، ده مش دايت بتاع حرمان، فيه كربوهيدرات على الغداء وفي لحمه الصبح ولحمه بالليل وفي كل حاجه ان انتوا تخليكم ان انتوا تعرفوا تقدروا تمشوا عليه.